خالتي خيرة، ورغم تقدمها بالسن إلا أنها لا تزال تحافظ على تقاليد أسرتها التي ربما اندثرت عند الكثيرين، فهي حرفة إن صح التعبير توارثتها أبا عن جد، ولا تزال تحافظ عليها لغاية اليوم. لتحكي لنا رفقة ابنها الميلود عن سر تعلقها بالريف والعيش به، وتعلقها أيضا بالأكلات الشعبية والخبز التقليدي. إذن الكوشة أو الفرن الطبيعي هو يتكون من مادة الطين الطبيعي زائد التبن، وتتملس كما راه يملسوا الفخار. وكي تتلمس تبقى واحد 4 أيام 5 أيام باه تيبس، باه يديروا فيها الخبز. نجيبوا لها طوينة ونرونوها ونبنوها ونرجعوا نكبوها تقدي، ونرجعوا نولوا نرقوها نطيبوا فيه الكسرة، نلقطوا لها الميقود، نلقطوا لها الحطب، ونجيبوا لها السعد نقيسوا فيه السنياوات هذا كانوا، ونقلبوها ونقلعوها صافي. الخبز التقليدي، أو بما يعرف بخبزة الكوشة أو المطلوع، ولكل منطقة تسميتها الخاصة به، لما له من ذوق رائع ورائحة زكية يعشقه كثيرا سكان المدن، وغالبا ما يتم بيعه بالأسواق الشعبية وبأثمان مختلفة. المكونات تاعها في حد ذاتها هي فيها بلاصة القدرة اللي يبلعوا بها وين من يدخلوا الخبز ويخرج بال يقولها الطنجرة، الاسم المتداول. وعندها المنافس هذو يجوا تحت، واحدة من جهة الشمال، واحدة من الجنوب، وواحدة في الخلف. كاين اللي عندها 2 وكاين اللي 3. هذو كي تولي النار تتهوى منهم، شو ما تشعلش الكوشة لو كل ما تتنفش من على هذا يسموهم المنافس. والنهار اللي تطفى النار يصبح الجمر، وباه يجيبوا الخبز يقيسوه في الكوشة، يبلعوا هذا المنافس، يتبلعوا بالحجر والطين غرسة على الحاشية، هاك شغل ما توليش النفس كاين، لافويت ما توليش كاينه. بعد ربع ساعة حتى 20 دقيقة تفتح تنقلع هذيك الطنجرة، تفتح الكوشة ويقلبوا الكسرة، يقلبوها باه تطيب من الجهة الأخرى. بعد كذلك 10 دقائق حوالي تكون الخبز جاهز. لتبقى خالتي خيرة تحافظ على الكثير من الأعمال التقليدية كصناعة الأواني الفخارية وتربية الطيور بأنواعها بمنطقة تعرف بأنها مهد الإنسان، دليلها الرسومات الصخرية التي لا تزال شاهدة لغاية اليوم بدوار كاف ميزاب ببلدية الدحموني بولاية تيرت.